السلام عليكم. الفيديو بتاع النهاردة ان شاء الله هنتعلم مفهوم مهم جدا موجود في كل لغات البرمجة. خلينا اديك مثال عليه وبعد كده هنشوف ازاي نحل المشكلة دي. خلينا النهاردة ان انا مثلا صانع محتوى وجيت نشرت الصورة دي على الويب سايت بتاعي، وبعد كده اكتشفت ان في حاجة ظاهرة في الصورة انا مش عايز ان هي تظهر. يعني اي حاجة، يعني خلينا نقول ان ظهرت مثلا، ان ظاهر مثلا البنادول ده، او ظاهر درع اليوتيوب. انا مش عايز ان درع اليوتيوب يظهر، شايف ان ده بيسبب لي مشكلة. ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان الديفلوبر هيروح الموقع، هيلاقي ان هو كاتب كود للصورة زي ما انتم شايفين كده. طيب ايه البديهي اللي هو هيعمله؟ ان هو هيشيل الصورة، لكن ده مش صح. انا هنا بديك سيناريو ضيق، ان انا عندي صورة فيها مشكلة، لكن هنا في بعدين احنا مش واخدين بالنا منهم. البعد الاول ان الصورة دي بدلها مثلا بفانكشن او بدلها بكود 20 او 30 او 100 سطر بيعملوا حاجة معينة. البعد التاني ان انا مش عايز اشيل الصورة، انا عايز اغيرها لكن مؤقتا، عايز اوقف ان هي تشتغل، مش عايزها تظهر للناس لحد ما تصور صورة جديدة وبعد كده ارفعها. بعدين مهمين جدا. الاول ان الصورة هتتغير، يعني انا محتاج الكود ده. التانية ان الكود ممكن يبقى كبير جدا، انا هستخدمه، انا عايز اغير الصورة فمش هينفع ان انا اشيله. كل اللي احنا بنعمله ببساطة ان احنا بنعمل حاجة اسمها كومنت. الكومنت فكرته كالتالي، ان احنا بس بنخفي الكود بالنسبة للمتصفح، لكن بالنسبة لنا بيكون موجود. بنفتح قوس الاكبر من ونعمل علامة تعجب ونحط شرطتين بالشكل ده. زي ما انتم شايفين بدأ ان هو يلون باللون الاخضر. دي فتحة الحاجة اللي احنا بنسميه كومنت. الحاجة اللي انا فتحة الكومنت اللي انا بخفي بيه الكود. القفلة بتاعتها بتكون ازاي؟ بتكون كده، باجي عند المكان اللي انا مش عايز اظهره، شرطتين، واحط الكود بالشكل ده. هو طبعا هو هنا قفل، فانا هشيل القفلة اللي هو عملها كده. لو رحت عملت ريلود، الصورة ما بقتش موجودة. طيب لو رحنا نشوف الكود بتاع الصفحة دي، view page source، هنلاقي ان الكومنت هنا موجود، بس المتصفح عارف انه مش لازم يقرأه. يعني هو عارف ان هو موجود لكن مش هيعرض اللي جواه. فدي حاجة بتكون لينا احنا. الموضوع ده بيستخدم لو انت عندك كود كبير وعايز تشرح للديفلوبرز اللي شغالين معاك هو بيعمل ايه، فبتحط كومنت تشرح والله انا هنا في الموقع عملت 1 2 3 4. بيستخدم لو في حاجة عايز توقفها بشكل مؤقت بس هترجع تستخدمها تاني زي ما احنا عملنا دلوقتي. يا رب ان شاء الله تكون الفكرة بتاعته واضحة، واشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله.